كلنا متعودين ان احنا نعمل الوافل حلو. لا، انا هعمله لكم النهارده حادق. حاجه كده تحفه يا جماعه، عايزاكم تجربوها. ان شاء الله هتعجبكم جدا. هتنفع بقى فطار وهتنفع عشاء. حاجه كده تسد وقت الجوع وهتعجب الاطفال جدا. عايزاكم تجربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم. حطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا نشوف بقى عملنا الوافل القمر ده ازاي. بصي يا حبايبي، اول حاجة بجيب بطاطستين، تسلقيهم نص سلقة. تمام. بتقشريهم، بتقطعيهم مكعبات وتحطيهم وبتسلقيهم نص سلقة. بعد ما بيتسلقوا بتحطيهم في بولة وبتهرسيهم كده بالهراسة. انا عايزة البطاطس بتاعتي دي تتهرس كويس جدا. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة عندي خطوة ان انت تهرسي البطاطس كويس. تمام. انا مش هستخدم اي حاجة غير المعلقة، هي كل حاجة كده بالمعلقة وهنقلب. هنزل على البطاطس 2 بيضة. تمام. وعلى البيض هنزل بقى التوابل. شوية كده من الملح، رشة من الملح ورشة من الثوم البودرة، يعني نص معلقة صغيرة. تمام. وهنزل كمان رشة من البصل البودرة. وهنزل كمان واللي هيدي طعم حلو جدا بابريكا. تمام. نص معلقة صغيرة من البابريكا. ماشي. وهنزل بقى معلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة من الزبدة، المتوفر عندك حطيه. وهنزل كمان رشة من الملح، يعني نص معلقة صغيرة برضو من الملح، ما تكتريش الملح عشان ما تحدقش معاكي. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه الاول كده بالشكل ده، يعني اخلي كل الكلام ده يتقلب كده لغاية بس لما البيض يختفي معايا. بعد كده بنزل معلقتين كبار من النشا. تمام. وعلى النشا هنزل معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنزل نص كوباية من الدقيق. تمام. وهي دي المكونات بتاعتي النهاردة بتاعت الوافل الحادق. حاجة كده يا جماعة تحفة. قلبوها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث بقى ان احنا ندخل كل الكلام ده مع بعضه. لما تقلبوها القوام هيتقل معاكي شوية. لما تحسي ان القوام تقل معاكي شوية نزلي عليه ربع كوباية من الحليب. تمام. ليه؟ لان انا عايزة القوام ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. وطبعا هنستخدم النهاردة بقى جهاز الوافل. جهاز الوافل المركون عندك طلعيه واعملي الوصفة القمر دي. هجيب بقى الجهاز بتاعي واجيب بقى الفرشة او بزبدة او زيت او سمنة المتوفر عندك. مشي بس الفرشة عليه كده عشان لما نحط العجينة دي بتاعتنا دي ما يلزقش لما يستوي. تمام. بعد كده حبايبي بنزل بقى شوية كده من عجينة الوافل اللي بالبطاطس دي. حطها كده ووزعها كويس كده. تمام. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. عايزين تحطوا يعني عايزين تحطوا، انا حاطه هنا ميكس من الجبن وحاطه بسطرمه طبعا عشان هي حادقه. تمام. لو عايزين تحطوا العجينه وفوقيها ميكس الجبن والبسطرمه وتقلبوها كلها مع بعضها وتسووها مره واحده ماشي. لو عايزين تعملوا زي ما انا بعمل كده، نزلوا شويه من العجينه، بعد كده بتحطوا شويه من الميكس الجبن والبسطرمه، وبعدين ترجعوا تاني تحطوا شويه من العجينه، تعملوها يعني زي ساندوتش كده. تمام. لو عايزين تعملوا كده تمام. لو مش عاوزين تعملوا كده ممكن تعملوا زي ما قلت لكم كله على بعضه وتقلبوه وتسووه، هيطلع تحفه. زي ما انتم شايفين كده، سبتها بتاع 4-5 دقايق كده، استوت معايا من فوق ومن تحت، بقت معايا بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. وزي ما قلت لكم خطوه ان انت بالفرشه تعملي في الجهاز الوافل كده من جوه علشان ايه ما يلزقش معاكي، ولا هو لازق من فوق ولا هو لازق من تحت بس. وزي ما قلت لكم بصوا بقى، احنا عاملينه حادق فاحنا مش هنحط عليه شوكولاته، لا احنا هنحط عليه جبنه. كان عندي جبنه كده شيدر، اللي هي الجبنه اللي هي الشيدر السايحه دي. حطيتها كده زي ما انتم شايفين كده. شايفين حاجه كده يا جماعه تحفه، عايزاكم تجربوه بجد هيعجبكم جدا. سندوتش فاخر كده من الاخر، جميل قوي، هيعجب الولاد جدا. ولو كنت جعانه بالليل بقى ومش عارفه تعملي ايه، قومي اعملي الوصفه القمر دي، حلوه قوي بجد تحفه. ان شاء الله هيعجبكم وهينفع معاكم افطار وهينفع معاكم عشاء وهينفع معاكم كمان لو رايحين الشغل ولا حاجه ممكن تاخدوه معاكم.
جربوه وان شاء الله على ضمانتي حلو، هيعجبكم جدا. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، استنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.